فمن تعلق قلبه بشيء وكل إليه، فمن تعلق قلبه بالله وكله الله إليه سبحانه وتعالى، فتولاه بالحفظ والرعاية والصيانة، وأمن الشر في دينه ودنياه وآخرته، لأنه تولى الله. ومن يتولى الله فإنه من المفلحين، ومن يتولى الله فإنه من حزب الله الغالبين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهو بشارة للمؤمنين أنهم إذا تعلقوا بالله رب العالمين أن الله يكفيهم، وأن الله يكون لهم. ولن تجد عبدا في شدة وضراء أو مصيبة وبأساء فرغ قلبه لله جل جلاله إلا كانت عاقبته خيرا له في دينه ودنياه وأخراه. فإن المبتلى والمصاب إذا نزلت به النكبة أو حلت به البلية أو جاءه الضيق فالتجأ إلى الله جل وعلا وفرغ قلبه إلى الله سبحانه وتعالى كان الله له. فإن الله يحب من عبده الإقبال إليه، فمن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا سبحانه وتعالى. فمن كان هذا شأنه فإنه لا يضيع أحد احتمى بحماه ولاذ به سبحانه وتعالى واستغاث واستجار، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ناداه يونس بن متى وهو في ظلمات البحار ففرج الله كربه وأخرجه من ذلك الضيق في ذلك القعر البهيم من الظلمات، من ظلمة الليل وظلمة البحار وظلمة الحوت، ودخل إلى ذلك البطن المظلم، وشاء الله بقدرته وعزته ألا ينهش الحوت منه لحما وألا يكسر له عظما، فتولاه الله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرغ قلبه لله سبحانه وتعالى، فاجتباه وهداه وآواه وكفاه وجعل الخير له في عاقبته وأخراه. فالعبد إذا تولى الله حماه الله. ولذلك إذا صاح العبد في كربه وشدته وبلائه وهو عبد على صلاح واستقامة وكثير الطاعة لله سبحانه وتعالى فقد عاذ بالله. فمن ذكر الله في الرخاء ذكره الله في الشدة، ومن تعرف لله في الرخاء تعرف الله له في الشدة، فالله يعرفه في الشدة، بمعنى أن الله يلطف به ويرحمه ويكون له في شدته وبليته. فمن تعلق شيئا أي جعل قلبه معلقا به، من تعلق بشيء وكل إليه، فهو بشارة لذلك المؤمن الذي فرغ الله قلبه له فأسكنه توحيدا، فما نزلت به بلية إلا علقها بالله سبحانه وتعالى، وأسكنه اليقين به سبحانه وتعالى. من تعلق شيئا وكل إليه، وهو نذير وترهيب وتخويف لمن تعلق بغير الله عز وجل. فمن تعلق بالمال جعل الله الفقر بين عينيه، ومن تعلق بالقوة خارت قواه، ومن تعلق بالذكاء ذهب ذكاء. لذلك إذا ينبغي دائما للمؤمن أن يبرأ إلى الله من الحول والقوة. وكان في دعاء عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى ذكاء ولا إلى قوة ولا إلى حول، ولكن إليك. ولذلك كان من كنوز الجنة قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لما فيها من إسلام القلوب لله ذي العزة والجلال، وتفويض الأمر إلى الله الذي تفوض إليه الأمور. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكر. فمن يتولى الله سبحانه وتعالى ويكون يقينه بالله لو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بين طباقهن فرجا ومخرجا، ولو كاده أهل الأرض وأهل السماوات لجعل الله له من بينهم فرجا ومخرجا، لأنه يتولى الولي والنصير، ونعم المولى ونعم النصير. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، فإذا صدق في التجاء إلى الله كان الله له. ولذلك تجد دائما المكروب الذي يديم التضرع لله سبحانه وتعالى دائم السرور ودائم الراحة، ولربما تجده مشلولا لا يستطيع الحركة، تقول له: كيف أنت؟ يقول لك: الحمد لله في نعمة من الله. ولكن إذا خذل العبد وفوض إلى غير الله أصابه الخوف والقلق، وأصبح في هم ونكد. ولا تزال القلوب ضيقة إلا أن تتسع بذكر الله، ولا تزال قلقة إلا أن تطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا يتعلق الإنسان في أي أمر، واعلم أن جميع أحوالك في الدنيا
تقوم على هذا الأمر. إذا جيت إلى أي شيء تريد أن تطلب من الخير أو تدفع من الشر فاعلم إما أن تكون متعلق بالله أو متعلق بأي شيء بشيء سواه. فإن تعلقت بشيء سواه أو اتكلت على هذا الشيء السواه خذلك الله. ولذلك ذكروا عن بعض العلماء وهو الإمام الماوردي، ذكروا عنه أنه دخل يوما من الأيام إلى المسجد، وكان الإمام الماوردي في الفقه لا يجارى، وفي علم الأحكام والمسائل الفقهية قوي الباع، وله كتابه الحاوي النفيس في الفقه جمع فيه فأوعى. هذا العالم دخل إلى المسجد فدخل فيه شيء من الغرور، وقال: هل هناك مسألة من الفقه والأحكام لا أعلمها؟ سبحان الله، تعلم أن الإنسان ضعيف، فربما دخل عليه الشيطان من باب العجب، فقال: هل هناك مسألة من الأحكام لا أعلمها ولا أفهمها؟ فما إن قعد في مجلس العلم حتى جاءته امرأة وقالت: يا شيخ، ومعها طفلة من بناتها، قالت: يا شيخ، أشكل علي أمر هذه البنت. البنت هذه كانت حديثة عهد بالحيض، قال: فسألت عن مسألة من أبسط مسائل الحيض، فوالله ما حار لها جوابا، استغلق عليه، ما استطاع أن يجيب بكلمة واحدة، وهي مسألة من أوضح مسائل الحيض، وباب الحيض من أوائل الأبواب لأنه في باب الطهارة، فجعل الله عز وجل هذه المسألة الواضحة تقرأ عليه ولا يحسن. قال: فأغلق عليه. فالطلاب لما رأوا شيخهم لا يستطيع الجواب من هيبتهم له، ما استطاع أحد أن يتكلم، فوقفت المرأة تردد السؤال تريد الجواب، ما استطاع أن يجيب، حتى إذا ملت منه مضت فلقت أحد طلابه المبتدئين وهو يريد الدخول إلى المسجد، قالت: رحمك الله، امرأة أصابها كذا وكذا. قال: جوابها كذا وكذا. قالت: أنت خير من هذا الذي جلس، أنت خير من هذا الذي جلس، لأن الإنسان وكل إلى علمه وحوله. وأذكر من علماء المدينة كان أحد العلماء رحمة الله عليه وهو الشيخ حسن الشاعر رحمة الله عليه، هذا إمام في القراءات ولا يجار في علم القراءات. قال إنه طلب منه ذات مرة وسافر إلى بعض البلاد الإسلامية، فقدموه في صلاة التراويح في آخر ليلة، وذلك في السور القصيرة. قال: فدخلني العجب، وذلك من تعظيم الناس وإجلالهم، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فدخله العجب وهو يحفظ القراءة 10 وله سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضبطها وإمام في القراءة. قال: فلما تقدمت ما إن بلغت قوله سورة ألهاكم التكاثر حتى أصبحت كالطفل ألقنها كلمة كلمة، وهو عالم جليل في سورة ألهاكم التكاثر، كأن تنبيه من الله سبحانه وتعالى. من تعلق شيء تعلق قلبه بذكائه فوضه الله إلى الذكاء، ثم جاءت فترة وإذا به لا يعيش شيئا. وإن تعلق بالحول والقوة سلبه الله الحول والقوة، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أي أمر تطلبه من الخير فاجعله لله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. إن أراد الله أن يكون فهو كائن، وإن لم يريد فهو غير كائن. وإن كان الأمر شدة وبلاء وضر، لو أن إنسان مريض، لو أن إنسان به مرض فقال: إن جاءني المرض الطبيب موجود والمستشفى قريبا، لا، ولكن قل: الله يشفيني ويكفيني. فإنه إذا نزل الموت بالأحد وقيل من راق ما يستطيع أحد أن يشفع أو ينفع. فلذلك ينبغي الإنسان دائما أن يكون تعلقه بالله جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صدق التوكل إليه وصدق الإنابة إليه، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان به ولذة اليقين به سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.